اخواتي وحبايبي، زي ما اتعودنا الموسم ده هنرد في اول كل طلع الصيد على اخ من اخواتنا وحبايبنا عنده مشكله في صيد الغله. ان شاء الله النهارده هنرد على اخونا وحبيبنا. كذا حد كتب لي التعليق ده ان السمكه واكله ومن غير الريشه ما بتتحرك. هاجي اطلع الاقي السمكه ايه؟ السمكه طالعه معايا، يا اما الغليتين بيتاكلوا من غير ما الريشه تتحرك. وده اللي متابع معانا في الفيديو اللي فات او اللي قبله تقريبا، لما كنا بنتكلم على الوقت اللي ترد فيه على سمكه الغله، اتكلمت عن النقطه دي بس من غير تفاصيل. ايه هي؟ قلت ان سمكه الغله بتاكل من على المرايه، بتخطف وتجري. والطريقه التانيه لو الميه مستوى الميه عالي وواخده الامان، فبتاكل وهي واقفه، تاكل وواقفه مكانها. فهنا السمكه بتعمل ايه يا جماعه؟ زي ما قلت قبل كده، لو فهمت سمكه الغله هتعرف تاخدها. سمكه الغله بتيجي بتمسك الصناره زي ما قلت قبل كده، بتمسك الغلايه، بتحس بالصناره بتروح جايه ايه؟ تفاها تاني. ساعات تروح جايه وماسكه الغلايه والصناره ايه؟ الصناره تشكها، مش عارفه تفها، فتروح جايه واقفه مش عارفه تعمل ايه، في حاجه غريبه في بقها، فتلاقيها واقفه ماسكه الغلايه في بقها واقفه مكانها. تيجي انت تطلع عادي تلاقي معاك السمكه، هتلاقيها بتصطادف مع صيادين كتير كده. فهنا السمكه مسكت والصناره شكتها، فهي مش عارفه تعمل ايه، تفضل واقفه مكانها. يا اما تيجي تمسك الغلايه وتروح جايه تفاها. فهي في حاله لو طلعت ولقيت الغلايتين متاكلين، يبقى انت هنا غالبا بتصطاد بغله مستويه زياده عن اللزوم. اول ما تمسكها بتروح جايه طالعه معاها من على السلاح. عشان كده بقول غله التطعيم ما ينفعش تبقى غله مستويه لكذا سبب، عشان اولا ما يجمعش عليك الشر، وثانيا عشان ما تبقاش سهله انها تطلع مع السمك. يا دوبك تعدي الصناره من الغلايه بحيث السمكه تمسكها ما تعرفش ايه تسحبها من على حرف الحربه بسهوله. طيب عشان خاطر تحس برضو، دي نقطه مهمه، عشان خاطر تحس باقل اكله للسمكه لازم يا جماعه ترمي الريشه، تظبط عيارك، ما تخليش العيار طويل. بمعنى ايه؟ هترمي ساحب على الجرف، الريشه ما تبقاش واقفه كده. تعالى كده يا محمد قرب، بص يا جماعه، شايف صبعي كده؟ ما تبقاش الريشه واقفه على الميه كده كده في بوز زياده في الميه، لا، الريشه تبقى واقفه بميل كده. باين يا محمد في الصبع في الصوره؟ الريشه تبقى واقفه بميل، مكسوره سنه كده، نصها فوق ونصها تحت كده، الخيط مشدود. اقل همسه هتبان معاك على الريشه. يبقى اهم حاجه ما تخليش الريشه ايه؟ الخيط تحت فيه بوش. السمكه هتمسك الغلايه وتسيبها والبوش ايه؟ مش معلم في الريشه، لا، لازم الخيط يكون مشدود، تبقى الريشه واقفه متنيه كده، نص كسره، نص في الميه ونص طالع لفوق. تظبط العيار ده، اقل همسه للصناره هتروح جايه معلمه في الريشه. وزي ما قلت في الفيديو قبل كده، اول ما الريشه هتتحرك ترد على طول. وان شاء الله ربنا يكرم، ان شاء الله مكملين. اي حد من اخواتنا وحبايبنا عنده مشكله في صيد الغله يكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله نرد عليه. ربنا كرم بحاجه النهارده ان شاء الله نصوروها في اخر الفيديو. بسم الله، تعالى، بسم الله ما شاء الله، تعالى شايف ما شاء الله ما شاء الله. يا نهار ابيض، فلت ازاي؟ الله تبارك الرحمن. معلش بقى سامحوني، البطاريه فصلت، مش عارفش اصور على المباشر. ما شاء الله عنكب وجمالك.